السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا النهارده عامله عجينة الطعمية. طبعا انت بتجيبي فول اللي هو المدشوش وبتغسليه كويس قوي وبتنقعيه. انا عن نفسي نقعته ليلتين، يومين كاملين، ماشي، عشان تاخدي منه نتيجة كويسة خالص ويتطحن معاكي كويس وتاخدي زي ما انت شايفة كده. بصي بصي العجينة عاملة ازاي وماسكة نفسها وجميلة اهي، تحفة جدا والله. يعني اقول لكم ايه، اعملوها بطريقتي كده. طبعا انا بصوا، في البدايه انا نسيت، مش هتصدقوني، والله 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 انا نسيت احط بصل وثوم صدقوني زي ما بقول لك كده والله العظيم. هو انا حطيت في الخلاط في الاول خالص بضايه عشان تمشي معايا الدنيا يعني وتبقى كل حاجه سهله. وحطيت كبشه من الفول، هو انا كنت ناقعه ربع كيلو، ماشي. خدت يعني ايه اكتر من دول، قدهم يعني ايه مره ونص كده، دول اللي هم اللي فاضوا مني، تمام. وحطيتهم على البضايه وطحنتهم الايه، يعني طحنه خفيفه كده. وبعدين نزلت بالايه، بالخضره برضو، كبشه حلوه كده وخضره، كزبره وشويه وبقدونس. مفيش كرات، ما لقيتش كرات، تمام كده. اضحكوا عليا بقى. وبعد ما حطيت الخضره، حطيت شعرة كربونات وكده، او رشة كربونات بسيطة خالص. وبعد كده حطيت التوابل، شوية الملح، شوية الكمون، شوية فلفل اسمر صغيرين، شوية كزبرة ناشفة مطحونة، تمام كده، وورقتين لوري. ده بقى السر بقى ايه هنا بقى ايه في العجينة بقى ايه، يعني تطلع معاكي جميلة وطعمها حلو قوي. ورقتين او ثلاثة كده ايه، ورق لوري، تمام. تمام كله هيتحن معاك وهيبقى زي الفل، ما تخافيش خالص. بس انا، اضحكوا عليا بقى، نسيت احط البصل والثوم، والله والله والله. تخيلوا. قلت يعني اجربها. سخنت الزيت، بصوا هي ماسكه نفسها وجميله خالص اهي، اهي. تخيلوا بقى، حطيت الزيت وسخنته كل حاجه، وانا بعمل الطعميه، قلت ايه ده، بقى- بس طلع تحفه، تحفه، معنى الكلمه يعني. بعد ما قليتها، حمرتها يعني وكده في الزيت، جيت بدوق، العجينه دي ناقصها حاجه، بس هي جميله. سبحان الله، ناقصها ايه؟ عماله براجع الذاكره، قلت بصل وثوم بصل وثوم. طب طبعا مش هينفع، رابع المستحيلات ان انت خلاص بعد ما طحنت العجينه